قصة النهاردة هنبتديها من هنا، من القاهرة، وهتنتهي بينا في أضيق ركن في منطقتنا في البلد، في الصعيد، في القرية الريفية الجميلة اللي طلعت منها. بس النهاردة مش هيبقى الكلام عن الجمال خالص، النهاردة كلامنا كله هيبقى عن الركن المظلم، عن الساقية المهجورة. اسلوب حياتي من يوم ما جيت القاهرة وسبت الصعيد ان ما ينفعش اي مناسبة تتم هناك الا لما اكون حاضرها، زي العيد او اول يوم رمضان او فرح او ميتم. ما ينفعش مناسبة تعدي غير لما اكون هناك. وزي ما انت شايف احنا في رمضان الايام دي، فاول يوم رمضان كان لازم اروح الصعيد افطر مع اهلي. فروتين اليوم ده دايما بيبقى ان بعد الفطار بخرج اقابل اصحابي اللي مش بشوفهم غير منين لفين بقى، اصحاب الدراسة والكلام ده. فقابلت محمد صاحبي او دكتور محمد، كبر محمد ما شاء الله وبقى دكتور. المهم بعد الفطار رنيت على محمد قلت له تعالى نتمشى بره بقى. فطلعنا وتمشينا وبدأت ابارك له على ان هو بقى الموظف او الدكتور الاساسي بتاع المستشفى بتاعتنا في البلد. مستشفى عبارة عن اوضة وصالة تقريبا او اوضة وحمام، ولكن هي المستشفى اللي بتشيل كل البلاوي اللي بتحصل عندنا في البلد. فالمهم لما بقول له مبروك لقيته بيقول لي مبروك. مبروك ايه يا عم؟ هو ده مكان تبارك على حد انه يشتغل فيه؟ قلت له يا ابني مش المفروض ده كان حلمك انك عايز تبقى جنب اهلك والوظيفة والشغلانة اللي بتحلم بيها والكلام ده؟ قال لي الكلام ده كله قبل ما يحصل حوار الساقية المهجورة. الساقية المهجورة؟ مالها الساقية المهجورة يا ابني؟ دي من قبل ما نتولد وهي موجودة الساقية المهجورة، مالها؟ فلقيته استغرب من سؤالي وكأن الطبيعي ان انا ابقى عارف. طب عارف ايه؟ احكي لي. قال لي تعالى احكي لك. في ليلة يا صاحبي كانت النبطشية بتاعتي في المستشفى بالليل، انا الدكتور اللي هياخد الليل كله في المستشفى. وطبعا انت عارف المستشفى بتاعتنا مفيش غيري والممرضة اللي في الأوضة اللي جنبي وعم عبده الغفير اللي تحت. المهم انا قاعد في اوضتي ماسك الموبايل عمال اقلب في التليفون، اسكرول في تيك توك في فيسبوك، مقضيها. انت عارف المنطقة عندنا اصلا المغرب عدت مفيش بني ادم هيطلع من بيته حتى لو هيموت. ده غير زي ما انت شايف المستشفى فين، في وسط الاراضي الزراعية، اللي هو اصلا اللي هيطلع من بيتهم يجي المستشفى هيتلبس في الطريق. فانا قاعد مأنتخ وعارف ان الدنيا هادية خالص، وفجأة اسمع واحدة بتصرخ. قمت اتنفضت من مكاني وبص يمين وشمال مفيش اي حد. قعدت انده على عم عبده وانا متاكد ان عم عبده هيطلع نايم اصلا، وفعلا لقيته طالع لي بيدعك في عينيه ومش شايف قدامه اصلا. قلت له عم عبده انت سمعت الصوت اللي انا سمعته؟ قال لي صوت ايه يا باشا؟ مفيش حاجه. قلت له خلاص يا عم عبده روح كمل نوم، ما انا عارف انك لو سمعت حاجه على الاقل كنت صحيت من نومك، خلاص روح. ورجعت انا قعدت في اوضتي تاني. مجرد ما قفلت باب الاوضه وقعدت على السرير سمعت الصرخه تاني. هي الصرخة مش مرعبة، بس هي صرخة بنت بتستنجد عايزة حد ينقذها. فأول ما سمعت الصرخة بدل ما أجري على عم عبده وأضيع وقت جريت على الشباك وفتحته. وأول ما فتحت الشباك لقيت راجل بيشد بنت من شعرها في وسط الغطاء، بس هو الراجل مش باين، هو متلسم ومغطي وشه. الغريبة إن لقيت البنت عارفاني وبتستنجد بيا وبتقول لي الحقني يا دكتور محمد. رحت سايب الشباك وطالع جري من الأوضة، نزلت على تحت صحيت عم عبده برجليا وأنا بجري وطلعت أجري على بره المستشفى. عم عبده في ظهري، وصلنا الغيطان مفيش أي حاجة. انا واثق انها كانت هنا بالظبط قصاد الشباك بتاع اوضتي، بس مفيش حد على مدى البصر ما بيجيب، مفيش اي حد. حسيت باحراج من عم عبده بعد الشلوت اللي اكلته له عشان يصحى. المهم رحت راجع على المستشفى ورجع معايا وطلعت على فوق وخلاص وكأني مفيش اي حاجه. اول ما دخلت الاوضه قفلت الباب وبلف وشي، البنت قاعده على السرير بتاعي، عينيها حمرة جدا وشعرها متبهدل وباين قوي على وشها التعذيب. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ازاي دخلتي هنا؟ ومين الراجل اللي كان بيبهدلك تحت ده؟ دي الحركة اللي هي عملتها كأنها بتقول لي اخرس. وفعلا انا خرست وفضلت ساكت ما نطقتش يجي 5 دقايق لغاية ما لقيتها بتشاور لي تاني وكأنها بتقول لي قرب تعمل كده. فانا يا خلاص من الرعب انا بقرب فعلا، ما مفيش حل تاني. قعدت هي تعمل كده وانا اقرب، تعمل كده وانا اقرب، لغايه ما خلاص بقى بيني وبينها نص متر. راحت هبشاني من الهدوم جابتني لغايه بقها، وراحت حاطه بقها في وداني وقالت لي انا مش انسانه. المرعب مش اللي هي قالته، المرعب انها مجرد ما قالت كده نور المكان كله انطفى، وهي شالت ايدها من على القميص اول ما النور انطفى وما بقتش شايف اي حاجه. وقعدت ارجع بظهري لورا كاني ببعد عنها، بس انا مش عارف انا ببعد ولا بقرب. فضلت ارجع بظهري لغايه ما خبطت في الحيطه، وعمال احسس بايدي يمين وشمال علشان اوصل لكوبس النور علشان انور النور.
مفيش. المشكلة ان حتى لا سامع صوت الممرضة ولا عم عبده اللي تحت، مفيش اي احساس حواليا. عارف صوت الصمت؟ انا سامع صوت الصمت حقيقي، لغاية ما جت في بالي فكرة ان اطلع الموبايل وانور الفلاش. وفعلا رحت حاطط ايدي في جيبي ومطلع الموبايل ونورت الفلاش ولفيت الأوضة كلها. مفيش اي حاجة، اختفت، ملاش اي وجود. ويدوب حسيت ان خلاص الأوضة فاضية، النور رجع. وهنا بقى انا يدوب فكرت اخد نفسي، بس انا مش قادر اخد نفسي من كتر التعب. اترميت على السرير، علشان اول ما اترمي على السرير وعيني تيجي على السقف الاقيها لازقه في السقف. انا شايف المنظر ومش قادر انطق، مش قادر اصرخ، مش قادر اعمل اي حاجه. والمشكله انها مش بتبص وخلاص، دي كل ما بتبص اكتر وتوسع عينيها بتنزل دم، والدم بينزل ينقط على وشي انا تحتها. وفجأة لقيتها راحت سايبة السقف وسقط على جسمي، نزلت عليا كأنها الجاسوم، وطلعت لسانها اللي تقريبا اطول من 60 سنتي وقعدت تلحس في الدم اللي على وشي. وانا ثابت ولا بتحرك ولا قادر حتى اطلع النفس من جسمي، لغاية ما خلصت لحس في الدم اللي على وشي. وفجأة لقيتها بتتبخر، بتتحول لدخانة حمراء، وفي ثانية الدخانة دي راحت طالعة من شباك المستشفى. وانا تقريبا من كتر الخوف متبنج، انا مفيش نقطة دم في جسمي تحركني، انا ماشي بالبطيء. ورحت داخل على الحمام علشان اغسل وشي مكان لسانها. وانا بغسل وشي وعيني جت على المراية لقيت فيه كلام مكتوب على وشي، بس الكلام مش واضح. قعدت اقرب اكتر لغاية ما لقيت مكتوب على وشي الساقية المهجورة. وزي ما انت عارف يا عبود، انا كل معلوماتي عن الساقية المهجورة ان في حاجة اسمها الساقية المهجورة، لكن انا طول حياتي مقضيها تعليم وعمري لا رحت هناك ولا اعرف هي فين في بلدنا. المهم ان رحت مكمل غسيل وشي لغاية ما مسحت اللي عليه ده واتوضيت وقلت انزل اصلي الفجر. وبعد ما صليت الفجر وانا طالع لقيت عمك امام رايح يفك الحمار بتاعه اللي مربوط جنب المسجد علشان ياخده بعد صلاة الفجر ويطلع على غيطه. فالمهم سلمت عليه وتقبل الله يا دكتور منا ومنكم يا عم امام وكده. وبعدين بقول له عم امام انت عارف الساقية المهجورة؟ قال لي ايوه يا دكتور، ومين ما يعرفش الساقية المهجورة؟ قلت له ايوه يعني عارف مكانها فين في البلد؟ قال لي وانت عايز تعرف مكانها ليه يا ولدي؟ قلت له لا مش عايز اعرف مكانها ولا حاجة، انا بس افتكرتها كده لان تقريبا ما سمعتش سيرتها من ايام المدرسة. قال لي يا دكتور هو الخراب عمره بيروح، موجودة الساقية وموجودة بلاويها هناك زي ما هي. قلت له ايوه هناك ده بقى اللي هو فين؟ قال لي يا دكتور انا مش مرتاح لك، بس انت راجل دكتور واكيد عاقل ومش هتعمل حاجة ايه تضرك، هتدي ظهرك للجنينة او تحديدا لسور الجنينة وفي وشك على طول هتلاقي نفسك وصلت عند الساقية. حسيت ان عم امام شاكك فيا. قلت له عم امام انا اصلا هخاف اروح عند سور الجنينة من ساعة ما عم علي كان بيضربنا واحنا صغيرين، والجنينة دي هي جنينة مليانة شجر استفندي، كنا بنمد ايدينا من فوق السور ونقطف استفندي ونجري، وعم علي بقى كان غفير الجنينة فكان دايما يطلع يجري ورانا. فالمهم قلت له يا عم انا اصلا اخاف اروح عند سور الجنينة لعم علي يضربني تاني، وقلبتها بضحك مع عم امام وسبته ورجعت على المستشفى. وطلع النهار وعدى اليوم عادي وعدى اللي بعده واللي بعده، وتقريبا لمدة اسبوعين خلاص مفيش حاجة وانا نسيت الموضوع وركزت في الشغل، لغاية ما تقريبا نفس الليلة بتتعاد تاني. اليوم اللي عندي النبطشية فيه طول الليل طلعت الأوضة بعد صلاة العشاء، قفلت على نفسي وخلاص بقعد كده انا عارف ان مفيش حد هيجيلنا. ومجرد ما ريحت جسمي سمعت الصرخة تاني، المرة دي جريت على الشباك على طول، وفعلا شفت نفس المنظر، نفس الراجل بيجر نفس البنت وهي برضو بتصرخ وبتنده عليا باسمي الحقني الحقني. برضو ما قدرتش امسك نفسي ونزلت اجري بس من غير ما صح عم عبده. رحت على ورا المستشفى وبرضو عقبال ما وصلت تحت نفس الكلام، مفيش اي حد وعبارة عن غيطان فاضية ومفيش غير لمبة اوضتي اللي منورة. بس المرة دي انا مش هرجع اوضتي، انا هعمل زي ما عم امام قال لي، هدي ظهري لسور الجنينة وهاخد الطريق اللي في وشي. ايوه انا هروح الساقية المهجورة.